الاخوان كي دايرين كلشي بخير الحمد لله. معكم دايرين فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نهضروا على المعده ديال البقره علاش كتقلب. المعده شحال الفلاحه عارفين هذا الشيء. البقره كتقلب عندها المعده. غنهضروا على كيفاش كتقلب، علاش كتقلب، والاسباب اللي كيديو لي هاد الاسميتو اللي كيتسببوا لينا في هاد المشاكل. صافي هما اللي غادي نطرقوا لهم، وهذا الشيء هو اللي غادي يحتاج الانسان باش يعني هذا الشيء هو اللي كيخص الموضوع هذا، خاصك تفهمو ضروري. كاين شي حاجه واحده اخرى. اول حاجه المعده وقتاش كيلقاوها الناس، وقتاش كتكون عندهم الا بزاف الا ولدات البقره، كتكون عندهم المعده بزاف الا ولدات البقره. كاين حالات اخرين، يعني كاين حالات اخرين ديال المعده من غير الولاده، ولكن الناس يعني اغلبيه كيلقى المشكل مورا الولاده بالضبط، وغادي نشرحوا علاش. البقره ملي كتولد كما كنعرفوا كتكون مقصحه، والشيء مقصحه اللي كيدي الضعف في الشهيه ديالها، يعني الشهيه مابقاش كتاكل مزيان. هادشي راه نورمال، راه حتى الانسان فاش كيمرض راه ما تياكلش مزيان. دابا غادي نهضروا على كيفاش شنو كيخلي المعده كتقلب في الداخل ديال البقره، فهمتوني؟ غادي نهضروا على كيفاش ديك المعده شنو كيطرى ليها في الداخل، يعني الشروط باش ان المعده تقلب. عاد باش نهضروا على الاسباب الخارجيه اللي كيديروا لنا داك المشكل في الداخل، فهمتوني كيفاش؟ هاكا المعده كما كتعرفوا المعده اللي كتقلب راه ماشي هي الكرش، لان البقره عندها 4 ديال المعدات، 4. كاينه الكرش وكاينه ديك الاخرى تابعه المهم كيقولوا لها الريزو. المهم هي قاصحه، هي ديك القاصحه الى عمركم شفتوها كتكون قاصحه بحال الكره، بحال شي كره ضربها شي واحد تزنزنو ثقيله. المهم هي هذيك الثانيه. الثالثه راه كتكون بحال الوراق، كتكون مورقه، كتكون وراق راه في العيد فاش كيكونوا العيال تيغسلوا هذا كيكونوا شحال من واحد شابه كتكون هي وراق، وفاش كيغسلوا هذا يكون الزبل مخشي في دوك الوراق، تتقول كاع راه غسلتها وكيبقى داكشي كتلقى شي ورقه مخفيه لك. المهم كاينه 4 المعدات، كاينه الكرش وكاينه الريزو وكاينه تبع ديك تاع الوراق، وعاد تبعها المعده اللي غادي ندوي عليها. هي هذه المعده هذه بحالها هي اللي عندنا حنايا. هذه المعده هذه الرابعه هي اللي مهمه عند هما كل كاملين مهمين عند البقره، ولكن هي اللي كتقلب ماشي الاخرين. هي وبحالها اللي عندنا حنايا، بحالها فهمتوني، بحالها اللي حنا عندنا وحده ماشي 4. هذيك هي اللي عندنا حنايا. المهم هذيك المعده كيفاش خاصها تقلب، يعني الشروط اللي خص يكونوا في هذيك المعده باش تقلب. الشروط اسيدي هو يكون الماء ياك، ويكون الهواء، الغاز هادو هما الشروط. والشروط عاوتاني وهو تكون المعده ثلاثه ربي. كاينه يكون فيها الماء ياك، ويكون فيها الغاز يعني الغاز، ويكون فيها وتكون ما كتحركش. كيفاش ما كتحرك؟ انا نقول لك كيفاش ما كتحرك. لان المعده ملي كتكون كطحن شي ماكله ولا يعني فاش كتكون في الحاله العاديه، كنهضروا حنايا في الحاله العاديه هذيك المعده كيفاش كتكون راه كتحرك. علاش كتحرك؟ باش ديك المعده باش ديك الماكله ربي حتى هي تحرك معاها وتحرك معاها وتطمير ونرجع مع داك السيد اللي كتطلق المعده، لان هذيك المعده راه كما قلت لكم. المهم وتحرك ديك الماكله باش دوز للمصارن وداك الشيء.
المهم هاد ثلاثة المسائل. الشروط ديال ديك المعدة هي الأول كما قلنا يكون فيها الماء ويكون فيها الغاز وما تتحركش، غير يكون هاد ثلاث الشروط يكونوا في هاديك سميتها غتزلق. وخير مثال على هذا هو اللي شديتو مثلا شيميكا، ياك شيميكا مثلا ودرتو ليها هذاك نفختوها كتكون مبومبيا، راه كتلعب. ولا شي نفاخه مثلا راه كتلعب، النفاخه راه كتلعب، راه تقدر تشدها وتخرج من هنايا النفاخه. راه المهم بحال هكاك. دابا اجي نشوفوا النواع ديال هاد القلوبيه. المهم ما عرفت ما نقول. نشوفوا النواع لان كاين جوج نواع ضروري خصكم تعرفوهم. قبل ما ندخلوا الاسباب اللي كيديو لهذا الشيء هذا، هضرنا درك على كيفاش الشروط اللي كيكونوا في المعده باش انها تقلب، الشروط اللي خاص يكونوا فيها. وغنهضروا دابا على النواع، لان يا ربي المعده يا كتقلب لليسار يا كتقلب لليمين، فهمتوني كيفاش؟ وغالبيه ديال الناس كتكون عندهم الحاله الاولى اللي هي ديال اليسار، فهمتوني؟ ديال اليسار هي اللي كتكون في غالبيه في الاغلبيه ديال الاحيان. دابا اين هي فيهم غنشرحوا كل وحده. ديال اليسار كيفاش كتكون ديال اليسار هي كتكون سهله مقارنه بهذيك الاخرى. هي راه وحده ما سهله، ولكن هي كتكون الريسك ديالها قليل مقارنه ديال اليمين. انا نقول لكم علاش. لان باش تفهموا هذه القضيه خصكم تفهموا التشكيل ديال دوك المعدات كاملين، تفهموهم التشكيلات كاملين خصكم تفهموهم، فهمتوني؟ دابا هانتوما هربها دابا كلات البقره الماكله ديالها، ياك؟ دابا نهضروا على التشكيل، يعني شنو هو اللي الاول، شنو هو اللي الثاني، الثالث الى اخره. ملي كتكون البقره كتوقف مثلا بحال هكا باش تفهموا، كيكون داك الماري غادي، داك لوزوفاج يكون غادي بحال هكا حتى المعده الاولى اللي هي الكرش الكبيره، هي الاولى كيسبق عليها سميتو، كيسبق عليها الماكله، كتسبق عليها. كاينه المعده، ياك؟ كاينه المعده كاينه الكرش، ياك؟ كاينه الكرش هنايا على اليمين، ياك؟ يا ماشي على اليمين، على اليسار. كاينه على اليسار الكرش، ركزوا. كاينه على اليسار عاد خرجه منها هذيك الريزو اللي قلنا لاصقه فيها. كاين على اليسار باش تفهموا، راه كلشي الثقل كاين على اليسار، كلشي الثقل كاين على اليسار. علاش كيقول لك البقره تنفخت ضرب ليها المسمار من سميتو، ولا علاش الا تنفخت كتلقى منفوخه من اليسار؟ لان كلشي داكشي مشى لليسار. غنقول لكم دابا التشكيله ديال داكشي، عاد نهضروا في المسائل الاخرين لان خص هادشي تفهموه. كاينه الكرش هي الاولى تبع الريزو، هي لاصقه فيها، المهم لاصقه فيها من جهه اليمين. عاد من التحت ديال داك الريزو كاين داك الوراق اللي قلنا اللي كاينه بحال الوراق، عاد تبعها هذه المعده اللي قلنا ديال اللي كتشبه ديالنا حنايا. كاينه تقريبا بين الكرشه والمعده الاخرى، كاينه بين الكرش وممكن في التحت. المهم كاينه في التحت وكاينه في جهه اليسار، فهمتوني؟ كاينه في التحت وكاينه في جهه اليسار. انا نقول لكم دابا علاش المعده اذا تقلبت لجهه اليسار سهله، ماشي بحال المقارنه باليمين. لان كما قلنا الدخول كاين كامل كاين في اليسار. اذا شاء الله الو نعم، اش راه دخلناهم، دخلنا البقرات. شكون؟ صافي دخلناهم كاملين هنايا. صافي
قلت لكم واش قلنا؟ ايه هذيك التشكيله. المهم قلنا كامل تدخل كاين على اليسار ياك، كاين تدخل كامل تدخل ديال داكشي كاين على اليسار. قلنا علاش اليساريه كتكون قل، يعني الريسك ديالها قليل، ماشي بحال يعني كتكون ملي كنقولوا هي سهله على اليمين. راه كلشي مشكله كاملين مشاكل، ولكن ديال اليسار بحال قلتي مازال ما كتموت ليك البقره، كتصبر معاك. مثلا كاين اللي كتصبر شهر، كاين اللي كيصبروا شهر، شفتهم كيصبروا شهر معاك في اليسار. يعني انت كتقاد المسالك تشوف الضوء شنو خاص، يعني كتعطيك واحد شويه الوقت. اليمين لا، هي قابضه وهد مشات البقره. هادشي علاش دابا علاش ديال اليسار ساهله، لان دابا البقره اللي ديال سميتو المعده اللي كتقلب، راه كيما قلت لكم راه هي جات في الاخر ولصق فيها المصران لتحت عاوتاني وغادي المصران. دابا هي ملي كتقلب هذيك سميتها هذيك المعده كتقلب جهه اليسار، راه كتقلب، ولكن واخا كتقلب راه ما كتلعبش. فهمتوني كيفاش؟ كما قلت لكم هذيك ديال اليسار علاش ماشي خطيره بزاف، حيتاش ملي كتطلع ما كتلواش. دابا بحال دابا انا بحال دابا هي كتطلع من هنا، ها هي كاع طلعت زلقات للفوق، ولكن راه تبقى مزيره. يعني فهمتي؟ يعني دابا مزير انا من هنا، مزير الحيط من لهي، مزيره الحيط من لهي في الداخل ديال البقره، مزيرها الكرشه الكبيره، ومزيرها الجلد ديال يعني البلاصه ديال البقره، داك الجلد الكرش، ماشي الكرش اللي كنعرفو، ومزيرها الجدار. اما بالنسبه لليمين لا، لان كما قلنا الدخل كامل كاين على اليسار ياك. يعني داك اللي كيفاش على اليسار، يعني كلشي غادي لليسار، الكرشه، الكاي، هذيك المعده اللي دوينا عليها، الريزو وديك العاده بحال الوراق، كلشي. وفي اليمين كاينه الوسعه، يعني كاين الخويه، يعني فين الا جاب الله طلعت من اليمين راه كاين فين تلعب. بحال شي نفاخه، دابا شي نفاخه طلقتيها مزير، طلقتيها بين جوج حوايج راه ما غتحركش، ولكن طلقتيها مثلا في الهواء بحال هكا راه غتبقى ديرها وتبقى تدور على راسها وتدور. تصور دابا المعده كدور على راسها كدور، وراه المصران تا هو كيدور معاها، يعني المصران كيتلوى، ولا تلوى ليك المصران راه الماكله ما غاديش تدوز مزيان، وما غاديش تدوز الماكله، يعني غيبقى داكشي تم وغتزاد المشكل. دابا اجي دابا قبل من المرحله الثانيه دروك، دابا شرحت لكم النوع ديال المعدات كيفاش سميتو النوع ديالهم، وشرحت لكم كل نوع بوحدو. ودابا غنشرح لكم على قضيه مهمه قبل ما نمشيو للاسباب ديال هذا الشيء، ضروري باش ما نحرقش المراحل. المرحله الاخرى شنو هي اللي غادي نشرح لكم؟ هو ديك المعده اللي كتزلق كيفاش كيطرى ليها، يعني شنو كيفاش كتخدم بعدا. اولا في الحاله النورمال كيفاش كتخدم هذيك سيدي، كيفاش كتخدم يعني في النورمال بقرا صحيحه بها والو. كيفاش كتخدم؟ كتبقى تفرز واحد السيد ياك بحال قلتي مقاطع، المهم كتسمى سيكلوريدريك، كتبقى المهم بالنسبه لي باقي عندوش، كتفرزها داك السيد شنو الدور ديالو؟ وهو كيبقى يذوب الماكله كثر، يعني كيذوبها كثر، لان الماكله اصلا جايه هي من الكرشه الكبيره وجايه تبعت معده تبع معده حتى وصلت ليها هي، لان هي المعده الاخرانيه. يعني الماكله اصلا هي مطحونه، ولكن هي كتزيد طحنها بزاف بهذاك السيد، كتزيد طحنها بالمعقول نيت باش تهز من المنافع. هذا هو الدور ديال داك السيد. و ميم طون يعني في نفس الوقت كتبقى تفرز داك السيد وكتحرك، يعني الكونتراكسيون كتكونتراكتي بحال قلتي. نقول لك كيفاش
هذه الميكا هذه غادي نبين نشرح لكم بها كيفاش كتطلع المعدة واخا ولا نسبقوها هي الاولى. شوفوا كاع شي اخرى بحال هادي نقول لكم كيفاش كتطلع هذه الجديدة. هذا الميكا دروك هذه هي المعدة اللي كتزلق. هي هذه واخا خلينا في المرحله ديالنا موراها غادي نسميتو كما قلت لكم كيفاش كتخدم المعده. كتفرز هذاك السيد وميم طون كتبقى تكونتراكتي. كيفاش كتكونتراكتي؟ كنقول لكم الحاله العاديه نورمال بكرا صحيحه ما فيها والو. كتفرز داك السيد من الغشه ديالها من الطبره ديال المعده. كتفرز السيد من الداخل من هنايا ديالها كتفرزو باش الماكله تهضم. وفي نفس الوقت هنا كيتحرك كيبقى يدير بحال هكا. علاش؟ باش ديك الماكله حتى هي تدور وتمشي. اللي تفرز اللي تحنط تمشي معاه هنا زعما مع المصارن. تمشي مع المصارن وتطلع وتمشي مع المصارن. علاش قلت لكم في الاول الشروط ديال المعده؟ قلت لكم في الاول الشروط في الفيديو اللي فات اللي قبل. الشروط باش تحرك المعده راه 3 شروط. الشرط الاول اللي هو الغاز، خص يكون الغاز اللي هو داك الغاز اللي كتفرز المعده. داك لاسيد راه هو فيه الغاز. خص يكون ضروري باش يكون طنطان ديال بحال هكا باش تقدر تطلع. ثاني الا كان فيها الغاز ما غاديش تطلع. ولكن الا فيها الغاز عاد الا فيها الغاز غتطلع. الغاز والكونتراكسيون ضروري تبقى كونتراكتيو. لا ربي الكونتراكسيون ما خصهاش تكون من بين الشروط باش تطلع المعده. دابا كندوي الشروط باش تطلع باش تزلق يكون الغاز والماء. ضروري يكون الماء حتى هو ضروري يكون الماء لان الماء حتى هو كيحرك. ما يكونش لان ديك الغاز بوحدو كيكون ضروري كيكون الماء. المهم اهم حاجه هي الغاز. عقل عليها خلي كاع ما نساه. اهم حاجه هي الغاز والكونتراكسيون ما تكونش ضروري ما تكونش. لان الا ما كانت الكونتراكسيون الا ما كانت الكونتراكسيون داك الغاز بقى داخل. اما الا كانت الكونتراكسيون داك الغاز يخرج. الكونتراكسيون ما خصهاش تكون باش المعده كتكون ناعسه كيكون شي تحرك مع البقره. شي تحركات البقره ولا هذا كتزلق ديال الفوق. المهم قلنا كيفاش كتخدم المعده هذه. قلنا كتكون لاسيد كتفرز لاسيد وكتحرك علاش دابا شرحت لك انا هذا الشيء هذا باش تفهم معايا الاسباب اللي كيجيبوا لنا هاد المشاكل. السبب الاول علاش الناس كيلقاو المشاكل مورا الولاده نيشان. علاش؟ لان البقره مورا الولاده راسي نورمال يوقع المشاكل لان البقره ما كتاكلش. يعني ما كتاكلش شنو؟ يعني الشهيه. اول حاجه نسطروا عليها هي الشهيه ما كايناش. يعني ما كاينش الماكله ما كتاكلش البقره. وإلا ما كتاكلش البقره يعني ما كايناش الماكله بزاف في الداخل في الكرش. وإلا ما كايناش الماكله بزاف في الكرش يعني الكرشه يعني الكرشه غتبقى ناعسه. يعني بحال ما كاين والو. تقدر تحرك شويه ولكن ماشي داك التحريك ديال الا كاينه الماكله مزيان. فهمتي؟ يعني كنقول المعده كتنعس ما كتحركش. وإلا نعست لك المعده راه كيبقى داك لاسيد كيتفرز. يعني لاسيد راه سوا كاين الماكله سوا ما كاين الماكله راه كيتفرز. فعلا كينقص الا جاب الله ما كاينش الماكله كينقص شويه ولكن ما كيحبش راه كيزيد. والمعده ناقصه يعني ناعسه لان الماكله ما كايناش. الشرط الاول الكونتراكسيون ما كايناش المعده ناعسه. الشرط الثاني لاسيد داك الغاز زعما الغاز السيد كيتفرز صافي. هاد الشروط راه كاينين. وهاد الشهيه هادي راه كتجي من بزاف ديال المسائل.
لان مورا الولاده كيكونوا مشاكل، يقدر يكون عندك كالسيوم بعدا بوحدو، كالسيوم نهضروا عليه تا هو كيدير لنا سميتو، كيدير لنا هذا من غير ابار الشاي، لان حتى الشاي كاين فيها كالسيوم. الا مرضى البقره ما كتاكلش، ما تاكلش ليك الا فيها كالسيوم، ما تاكلش. وابار كاع الماكله في الكالسيوم كاينه حاجه اخرى، الكالسيوم الا ما كاينش، الكالسيوم العضله ما غتحركش، يعني العضله ديال المعده ما غتحركش، لان اي عضله كيما بتكون خاصها كالسيوم والطاقه بجوج. يمشي واحد ما كاين شيء، يمشي واحد فيهم ما كاين شيء، تمشي الطاقه ويبقى كالسيوم ما كاين والو، يمشي كالسيوم وتبقى الطاقه راه ما كاين والو. هذا بالنسبه للكالسيوم. حتى لاسيدوز كيكون عندنا، لاسيدوز خلي من بعد، دابا نهضروا على المشاكل كيكون من بعد ولاده. قلنا هضرنا على الكالسيوم، هضرنا على الماميت والميتريت تا هما كيديروا لنا هاد المشاكل. كيفاش؟ البقره كتكون مقهوره، الا كاين شي ماميت اللي كيكون مهمل، يعني يهملوه الناس ما داووش بكري، راه البقره كتكون مسخسخه، ما كيحاول ليها الحال، كطلع لها السخانه، ما كتاكلش شايه، المعده ناعسه، الغاز غادي كيتفرز، المعده كطاندي كتطلع. الماميت والميتريت، الميتريت اللي معروفه هي الوالده كتمرض، الوالده كتمرض ليها. وكاينه الماميت خلاص كلشي عارفو اللي هو الحليب، كيمرض المرضى ديال الحليب. اش اخر؟ كاينه واحد المرضى اخرى اللي كنت شرحتها في واحد الفيديو فايت، اللي هي لاسيتونيمي، لاسيتوز، اللي ما عرفهاش. المهم هي واحد المرضى، هي اللي كنت قلت لكم، هي واحد المرضى اللي كنت قلت لكم راه الا كانت البقره غليظه بزاف راه كتمرض بها، ولا كانت رقيقه بزاف راه كتمرض بها. الا كانت غليظه بزاف علاش كتمرض بها؟ لان مورا الولاده الشهيه ما كتكونش، وكتبقى تموبيليزي بزاف، كتبقى تذوب الشحمه حتى كتعدى على ديك الكبده، كتذوب ديك الشحمه حتى كتغطى ديك الشحمه بديك، حتى كتخر ديك الكبده، ما كتزيد مازال ما كتقدش مازال تذوب شي حاجه، وكتقهر البقره ديك الساعه. وملي كتقهر لك البقره بهذا المشكل كتكون ما كتاكلش. يعني كلشي الا جيت تشوف راه كامل هاد المشاكل عندهم العلاقه بالماكله ما كايناش. يعني من الاخر هز في عقلك بلي الماكله ان فوا تكون شي مشكل مضر البقره راه غادي طيح في هاد المشكل هذا. وكامل الناس كيقولوا لك لا هذا المشكل كيكون مورا الولاده، ولا راه تيكون حتى الا ما كاين الولاده. واش الماميت ما تيكون عندك مورا من غير الولاده؟ واش هاد الاخر لاسيدوز، علاش قلت لكم خليه تم بعد نشرحو. لاسيدوز تا هو كيدير لك سميتو، لاسيدوز تا هو كيدير لك المعده. كيفاش؟ لاسيدوز اللي ما عرفو، لاسيدوز هو الا جاب الله كتاكل البقره العلف بزاف، الا كلات العلف بزاف كيكون فيها دياري كتكون جاريه. هاد المشكل هذا شنو كيكون في الداخل ديال المعده؟ ان المعده كتكون مضروره، يعني كلت العلف بزاف حتى تحرق اولا تضرر الجدار ديال المعده، والميكروبات اللي خدامين في المعده حتى هما تضروا ولا ماتوا بعدا شي وحدين الا ماتوا كاملين. هي المهم اي مشكل كيكون مضرور، كيكون كيسبب ضرر المعده البقره، ولا كيسبب ليها في غياب الشهيه، راه البقره كيكون عندها مشكل، كيكون عندها هذا المشكل هذا. فهمتوا؟ ايوا هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للتريتمون راه المعده راه كاملين الناس متفقين باللي ما كاينش شي تريتمون من غير الفتيح. يعني تفتح البقره، تجيب شي فيترينير ديال المنطقه اللي في السكن، ويدوز لك الاخر، يدوز لك العمليه بهذا. كاين اللي كيدير داك الرولاج، كيبقى يرولي البقره يهزها ويدورها ويحطها ويهزها ويحطها، وهي ماشي. كاين بعض المرات كترجع بهكاك، ولكن واخا ترجع غتعاود ترجع ثاني لبلاصتها. كيفاش؟ لان ديك المعده
راه ماشي غير ترجع صافي، راه خصك بعدا تبيسها، خصك تفشها لان هي مطانديه مقوفله. واش هاد النفاخه هادي الميكا فرضو هادي هي سميتها، واش هاد المعدة هادي ها انت كاع رديتها بالرولات كتبقى تقلب في البقرة حتى رديتها مثلا طلع صاحبي. ها شوف ها غدير البقرة شي حركة تنعس على الجيب بزاف، تكا على الجيب دير المعدة هكا وطلع صاحبي. لذلك الا ما بينست هادي باش تولي بحال هاك راه ما غاديش فهمتي، وهكا غادي دير شوف الله فتحتي البقرة. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى نكونوا وصلنا الفكرة مزيان. والسلام عليكم.